جراديشار النهارده كان أفضل لاعبين الأهلي في ماتش المحلة، وأكتر واحد بيتحرك وبينزل وبيعمل أسيستات وبيصنع أهداف زي الكورة دي وزي الفنت العالمي ده اللي قدر يرقص فيه 3 لعيبة من المحلة من غير ما يلمس الكورة تقريبا. عمل فنت بطريقة حلوة جدا وقدر يوصل الكورة لزيزو من غير ما يلمسها، ولكن للأسف زيزو ضيعها وكان هيبقى هدف جميل بسبب لمسة وفكر جراديشار المميز. هنا بقى كورة عالية طويلة من الشناوي وبيطلع جراديشار بمنتهى الدقة والحلاوة يلعب الكورة دي اسيست مميز جدا لزيزو يوديه انفراد. شوف جراديشار رغم ان المدافع طالع معاه وانه مضايقه، ولكن الراجل محضر وعارف هو هيلعب الكورة بدماغه فين وازاي، وقدر يعمل سروب بدماغه مميز جدا جدا لزيزو ويوديه انفراد. ولكن للاسف زيزو حط فيها باور كبير جدا وضاعت الكورة وضاعت الفرصة على النادي الاهلي. هنا بقى وهو بينقذ كوكا الضعيف جدا 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 فنيا من باص خاطئ، وقدر ينزل يستلم الكرة بعد الباص السيء اللي عمله كوكا ده ويستخلص الكرة ويرجعها تاني في حوزة الاهلي، رغم انه كان بعيد جدا وابعد من لعيب المحلة بكتير، ولكن قدر يوصل للكرة قبل لعيب المحلة. مش بس كده، ويدينا حتة هاري كين ويغير الملعب في الحتة الفاضية هناك خالص لتريزيجيه بمنتهى الدقة والمهارة. بالنسبة لي النهارده جراديشار تفوق على نفسه وكان يستحق المكسب. وهنا حته كعب برازيلي كده من جراديشار لاحمد رضا، ولكن عايزك تركز ان الراجل دوت قادر يحضر للكوره وياخد القرار في كسر من الثانيه وبيطلع منه صح زي الكعب الجميل ده لاحمد رضا. اي نعم احمد رضا ما قدرش يستغل الكوره بشكل صحيح، ولكن الراجل محطه كبيره جدا ومحطه الاهلي ممكن يرتكز عليها، لا بل بالعكس الاهلي فعلا بيرتكز عليها وبيتحرك كتير وبيتعب المدافعين جامد غير محمد شريف خالص. اي كوره خطيره النهارده في ماتش المحله كنت هتلاقي بصمه جراديشار عليها. الراجل اي كوره خطيره الراجل هو اللي لعبها هو اللي عاملها، وزي صناعه الهدف ده بعد ما اشرف بن شرقي نط مع الكوره وسابها لزيزو، ولكن للاسف ضاعت وما قدرش الاهلي يسجل منها هدف. الكورتين دول فيهم حاجه مشتركه واحده بس، وهو تحرك جراديشار. الراجل بيقدر خلاص يقف يثبت في مكانه. لو تريزيجيه او بن رمضان اي واحد فيهم في اي كوره من الكورتين فكر بس ان هو يسند الكوره بدماغه بالراحه لجراديشار اللي كان بيبقى لوحده تماما، كان هيبقى هدف بنسبه 90%. الراجل في السكس يارد لوحده في الكورتين قدر يتحرك ويسيب المدافع لوحده برضه في الكورتين، ولكن للاسف ولا بن رمضان ولا تريزيجيه جه في دماغهم نفس الفكره. زي ما جراديشار واقف وحيدا اهو كان ممكن يبقى هدف مره واتنين بسبب تحركه المميز جوه السكس يارد، ولكن للاسف لعيبه الاهلي كل واحد كان بيفكر في نفسه وبس. طبعا الاهلي وصل كتير والاهلي حاول كتير وضيع كتير في الماتش ده، ولكن برضو اداره المباراه كانت سيئه جدا جدا لابعد الحدود من روبيرو اللي النهارده بينزل احمد حسن كوكا على حساب عمر كمال. عمر كمال عمل كام باص غلط في الشوط الاول، ولكنه كان فاتح جبهه هجوميه خطيره جدا من ورا دفاع غزل المحله، وكان قادر يعمل ده بمنتهى الدقه. وكان تريزيجيه بيضمه في العمق وبيسيب له ناحيه اليمين خالص عشان ينطلق في المساحه، وكان عمر كمال مأدي اداء ولا اروع. الغريبه ان انت عايز تهاجم وعايز تجيب هدف فبتطلع باك هجومي وبتنزل باك دفاعي اصلا مش عارف يدافع ولا عارف يباصي ولا عارف يعمل اي حاجه، ودي حاجه غريبه جدا. انا نفسي استوقفتني كتير جدا قدامها تغيير غريب مريب غريب. يعني طاهر مثلا مكان اشرف بن شرقي، رغم برضه ان اشرف بن شرقي افضل من طاهر بكتير ولعيب عنده حلول ممكن يخلص لك الماتش في ثانيه، وطاهر نزل زي ما شفنا كده لا حول له ولا قوه، ولكن يعني مبلوعه شويه ممكن نقول ماشي يا عم تعدي. انما كوكا دي كانت تغييره غريبه جدا بالنسبه لي، والتغيير الاغرب هي تغيير الجراديشار اللي انا وريت لكم دلوقتي. الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره ورغم كده كان تبديله ونزول محمد شريف اللي ما قدرش يعمل اي حاجه في الربع ساعه. وانا مش هظلم شريف ومش هاجي عليه قوي برضه لانه ما لحقش يخش في المباراه، بس انت عندك مهاجم تقيل اسمه جراديشار انا شايف لازم يبقى اساسي ولازم يبقى موجود، وكان الاحسن ان شريف ينزل جنب جراديشار ويلعبوا هما الاثنين لانك عايز تكسب وعايز تخلص ماتش بثلاث نقط. ولكن للاسف ريبيرو كان ليه وجهه نظر مختلفه وغير قصب بقصب على راي كابتن مجدي عبد الغني. ودي كانت التعادل الثاني للاهلي في الدوري من 3 مباريات وحاجه مخيبه للامال. سلام.